عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكأنه يقال في هذا البيان البين والإيضاح الواضح: يا مسلم، يا عبد الله، كرمك الله بالإسلام، إياك وخصال أهل النفاق، هذه خصالهم ما لك ولها، احذرها، وجودها آية من آيات النفاق، علامة من علامات النفاق. فكيف يرضى مسلم لنفسه أن ينصبغ أو يتصف بصفة أو بعلامة من علامات المنافقين؟ خص هذه الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خصها واقتصر عليها بالذكر لأن في ذلك تنبيه على أنواع من الفساد ثلاثة: واحد يتعلق بالقول، وآخر يتعلق بالفعل، وثالث يتعلق بالنية. فنبه على فساد القول بالكذب، فساد اللسان بالكذب، يحدث بلسانه وهو كاذب ويعلم من نفسه أنه كاذب، فهذا فساد في القول. ونبه على فساد الفعل بالخيانة، إذا اؤتمن خان، فهذا فيه أمارة على فساده في جانب الفعل أو في جانب الأفعال. ونبه على فساد النية بالخلف، إذا وعد أخلف، هذا فيه تنبيه على فساد النية، من حيث أن خلف الوعد إنما يكون من أمارات النفاق إذا كان الإنسان من حين وعد وهو يبطن في نفسه ألا يفي. لكن لو أن شخصا وعد وهو في قرارة نفسه أنه ملتزم بالموعد، لكن حصل له ظرف ما ولم يتمكن أو نسي أو غير ذلك من الأمور، هذا ليس من علامات النفاق. متى يكون خلاف الوعد من علامات النفاق؟ إذا كان الإنسان من نيته أصلا أنه لا يفي، يقول: أنا سآتيك الوقت الفلاني الساعة الفلانية وأبدا تجدني أمامك، وهو يتحدث معه أصلا نيته أن لا يذهب، فهذا من علامات النفاق. لكن شخص وعد وليس في باطنه نية سيئة أن يخلف، وحصل له ظرف أو نسي أو غير ذلك من الأمور والأعذار، هذا ليس من معدودا من علامات النفاق. إذن هذه الثلاث اقتصر عليها لأن